السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم الكعك الوجدي التقليدي المقرمش، اللي معروف عندنا في الجهة الشرقية. كنصايبوه في الاعياد وكذلك المناسبات، ودائما كيكون حاضر في البيت. غادي نشاركو معكم بطريقة مبسطة وكذلك مقادير مضبوطة، وان شاء الله غادي ننجح معكم باول تجربة بهاد المقادير. الصراحة كيجي واحد الكعك اللي رائع ولذيذ ومقرمش، كذلك كيجي في نفس الوقت هشيش. انا متأكدة غادي تجربوه ويعجبكم. هاد الوصفة دائما معتمدة عندنا في البيت، فهي ناجحة. نتمنى فيديو اليوم يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وشكرا على التشجيعات ديالكم في الفيديو اللي فات. بسم الله على بركة الله. نبداو المقادير. غادي نحتاجو 2 تاع الكيسان تاع العنبة نتاع السكر الخشن. غادي نحتاجو كاس نتاع جلجلان محمر، كذلك غادي نحتاجو كاس تاع الزيت، كاس نص ديالو زيت ونص ديالو زبدة مذابة، 2 معالق نتاع العسل. غادي نحتاجو 2 اكياس نتاع الخميره نتاع الحلويات، واحد الفاني باش نسمو به، كذلك 2 معالق نتاع الزهر، قبصه نتاع الملحه. بالنسبه هنا للزرارع البنات، فغادي نحتاجو حبه حلاوه نقيناها وحتى هي حمرناها باش تطلق هذيك الريحه ديالها الزوينه. النافع كذلك درنا له نفس الحاجه. كذلك هنايا البسباس. تقدروا البنات تستغناو على شي حاجه بهاد الزرارع، ولكن راه كيجيو زوينين، فهذا هو الكعك الاصيل الوجدي. بالنسبه للدقيق الابيض فهنا كيلو، وزدت معاه 2 كيسان تاع العنبه اي ما يعادل 200 غرام. هنا جلجلان طحن تقريبا، خليته ربع نتاع الكاس اللي ما مطحونش. زدت معلقه نتاع كلشي الزرارع، بسباس، معلقه نتاع حبه حلاوه، كذلك معلقه نتاع النافع، وغادي نطحنهم كما كتشوفوا. غادي نطحنهم مزيان. هنا من بعد ما طحنوا ولاو بحال هذا الشكل، غادي نديرو في القصريه، غادي نديرو السكر سنيده، غادي نزيدو الزيت. البنات هاد الطريقه غادي نديروها، ما غاديش نعجنو، غادي نبسبسو العجين ديالنا وغادي نخليوه حتى من بعد واحد نعجنوه. المهم كملوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديالو الصحيحه. انا زدت فاني، كنزيدو قبصه تاع الملح، تقريبا كلشي المقادير كنديرهم في خطره. خليوي الخمارات والماء الزهر هما اللي غادي نخليهم حتى نبغيو نعجنو. فهنا غادي نزيد هذاك الجلجلان، داك الربعه نتاع الكاس تاع الجلجلان اللي خليته هكاك. فما تصوروش الريحه اللي طالعه البنات شحال زوينه. حاولوا ندمجوا هذاك السكر سنيده مع المكونات كاملين، نخلطهم مزيان بيدينا. وهنا غادي نزيدو 2 معالق نتاع العسل. الدور تاع هذا العسل هو انه الكعك ديالنا كيجي محمر ويعطينا داك اللون الزوين. فغادي نخلطوه حتى هو مزيان مع باقي العناصر وصافي. غادي نزيدو هنا بالنسبه اللي غادي يبغي يعجن غادي يدير دقيق وغادي يدير الماء. حنايا درك هادي غير نبسبسوه ونخليه يشرب المكونات ديالو. فتابعوا معايا هاد الطريقه، غادي يجيكم الكعك زوين، واخا ديروه اول مره غينجح معاكم. هنا كما قلت لكم تقريبا راه كيلو و2 كيسان تاع العنبه باش نعطيكم المقادير مضبوطه. فكنستمروا كما كتشاهدوا في الصوره، كنبقاو نحاولوا ندخلوا الدقيق هكا، كنبسبسوه بحال الشكل نتاع الحرشه. فبهذه الطريقه كيشرب كاع المكونات كاملين، وفي العجين كيجينا ساهل. فهنا البنات انا غطيته وخليته الليله كامله، ولكن نتوما راكم تقدروا تخليوه 2 سوايع 3 سوايع على حسابكم نتوما، ولا حتى العشيه.
هنا بالنسبه وريت لكم الزهر والخماره انني ما وضعتهمش تنبغي نعجنهم. هنا في الصباح من بغيت نعجنهم عاد وضعت الزهر في الماء دافي. بالنسبه للماء ديروا كاس ونص البنات وتبقاو تزيدوا على حساب باش ما من الاول ما ديروش جاري، تبقاو ديروا غير بشويه وتجمعوا العجين ديالكم كيما الشكل المهم تاع الخبز. هنا كما كتلاحظوا راني درت 2 خمارات عاد وبديت نعجن، كنزيد شويه بشويه. صافي هنا ما غاديش نزيد الماء، صافي غادي نعجنو، نحاول ندلكو مزيان. المهم خاصه البنات غادي نوريكم القوام ديالو كي يكون. هذه بالنسبه للمبتدئات يعني هما اللي ما تشي يكون عندهم تجربه باش يعرفوا الصافي بلا الماء ما خصوش ينزاد. هنا فيبغي هو التلكيه لان انا واخا عندي الماكينه ما استعملتهاش على ود ان باش تشوفوا نتوما الطريقه ديالو العاديه. هنا باش تعرفوا تحربلوا هكا الا ما تحلكمش وجاكم بديك الطريقه يعني صافي راه مزيان. تغطيوه هنا باش ما ينشفش وصافي بهذه الطريقه كتبدي تخدميه تما كدير تحربليه بهذه الطريقه. هنايا الطريقه الاولى نتاع الامهات ديالنا كانوا يديروا الموس، حنا كنديروا المقص باش كيجينا ساهل. كنديروا له هذه الطريقه كما كتشاهدوا، وفي الاخر كنحلوا داك القنت باش يلصق ما كتحلناش الكعكه. هذا هو الشكل ديالها. غادي ندير معكم بزاف المحاولات باش تشوفوا. بالنسبه اللي بغى يدير الكعك في نفس يعني كيف يقدر يجيب شي حاجه هكا يعبر بها باش يجيو له الكعكات كيف انا كنت دايره طول الدار. فيعني ما غاديش هذوك اللي بالنسبه اللي يبيعوا ولا شي حاجه خصهم يجيوهم قادين، فمن ديري في الدار ماشي مشكل تديري على الطريقه ديالك. فكتبقاي ديري تعوجي المقص وكتقصي بحال بالجانب باش تجي هذيك الوريده ديالو زوينه. كتحلي القنت وكتدخلي هذاك العجين في القنت كتجمعيها بهذه الطريقه. فهو كيجي الصراحه كيجي زوين وسهل البنات في الخدمه. هنا درت لكم الطريقه نتاع الامهات ديالنا اللي في الاول كانوا يديروا بهذه الطريقه نتاع الموس وكيجمعوه كيدوروه. وتلا ما بغيتوش البنات تحلوه تقدروا غير تحربلوه وتدوروه. فانا كنستمر هكا كنحربلو كنقلع بشويه بالعجين وكنحربلو. هنا كما كتشوفوا العجينه راه ماشي قاصحه وماشي مطلوقه ما كتلصقش. ولا شفتوها البنات تلصق لكم شويه ديروا رشوا هذيك السطح العامل بالفرينه يعني الدقيق الابيض وتبقاو تخدموا وتبقاو يعني ديروا باش ما يلصق لكمش. فانا غادي نستمر هكا حتى نكمل ديك الكميه. هنا الا بانت لكم شي وحده ما معدلاش تقدروا تعدلوها تحكموا فيها يعني. فانا غادي نستمر كما قلت لكم حتى نكمل هذاك. دارت لي كميه كبيره. هنا درت هذا الصني وعاودت صني اخر. هنا بالنسبه باش كندهن بصفر بيضه مع شويه قريصه نتاع نسكافي وزوج معالق تاع الحليب. ما تكثروش نسكافي البنات باش ما يتحرقوا لكمش القنات. صافي كتحاولوا تدهنوا ماشي غير في الفوق دهنوا حتى لداخل باش يجي محمر كل شيء. وبالنسبه للجلجلان كترشوه باش يجي داك المنظر ديالو زوين. وهذا الجلجلان اللي كنرشوه الفوق ماشي محمر كنخليوه هكا لان غادي ندخلوه الفران وغادي يتحمر هو بوحدو. فنتمنى نكون انني عرفت نوصل لكم المعلومات.
نشرح لكم الطريقة مزيانة باش يطلع لكم ان شاء الله كعك اللي يكون زوين في المستوى. كنستمروا هكا كندهنوا وكنرشوا هذاك الجلجلان في فوق الكعك ديالنا. فالبنات بهاد الطريقه الا درتوها راه غيجيكم رائع. كما قلت لكم انا غادي تبسوا هذاك العجين ديالكم، غتخليوه شي ساعات الا كنتو باغيين تخدموا في نفس النهار، كنتو باغيين ديروا له بحال تبيتوه غدا عاد تعجنوا، فهو كذلك كيجي رائع. انا بالنسبه للطياب البنات الفرن كيكون فيه مجهد. من ندخلوا الصني ديالنا كنرخفوا شويه، كيبغي الطياب بلاتي عليه، خاصنا نعطيو له الخاطر البنات حتى يبان تحمر من التحت. عاد نشعلوا له في الوجه ديالو، اي نهودوا الصني. بالنسبه للفرن تاع الغاز عاد نشعلوا له على الوجه ديالو، فكما كتلاحظوا كيجي محمر ويجي نفس اللون. ولكن البنات ضروري اللي بغيتو تحصلوا على هذا اللون ضروري خاص الطياب يكون بطريقه يعني النار مهيله بزاف، لان هو الطريقه ديالو في الطياب باش كينجح. كما كتلاحظوا هو كنهزو بكل سهوله. فضروري تحضيوه في الفران بلاتي عليه وتعطيوه الخاطر. فانا متاكده الا جربتوه بهذه الطريقه راه غينجح معكم 100%، وغادي يجيكم كعك اللي مقرمش وفي نفس الوقت هشيش، واللي ذاقوا عندكم غادي يعجبوا. فنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وينال الرضا ديالكم. ما تنساوش تدعموني بلي لايك والبارطاج كما الفيديو اللي فات. فشكرا بزاف انكم دعمتوني في الفيديو اللي فات، ومرحبا كاع اللي انضم للقناه ديالي. فنقول لكم هذه القناه ديالكم مرحبا بكم، فنتمنى دائما نكون في حسن الظن ديالكم. فهذا هو الشكل نتاع الكيك الوجدي او تاع الجهه الشرقيه. كيجي صراحه رائع ومقرمش. فنتمنى تجربوه ويعجبكم وينال الرضا ديالكم. فهذا هو الشكل النهائي ديالو. كنقول لكم دائما دمتم في رعاية الله وحفظه، الى فيديو اخر ان شاء الله.